يعني بغض النظر عن السيناريو اللي صار كله، الشاب الرياضي شنو استفاد؟ انا شنو استفدت؟ انا كلامي ايضا للمسؤولين الرياضيين، شنو استفادوا من تجربه الايقاف الماضي؟ الوضع الحالي الحين كان عندنا فتره طويله ان نحل الامور، والامور من سيء الى اسوء، واللي راهن على ان ذاكرتنا ضعيفه هذا ينسى هالامر، لا ذاكرتنا قويه خصوصا في الشان الرياضي. يعني سيناريو بدا من الصيف وندري من تم ارسال القانون الجديد وانه في تدخل وفي كذا، لما نجي نسال نبي نعرف شنو التعارض شنو اللي الامر نبقى مغيبين. طيب اوكي بين لي شنو التعارض؟ انت اليوم الفيفا قال لك انت خلى الموضوع شاف عايم، قال لك ان الاتحاد الكويتي غير مستقل. طيب شلون غير مستقل؟ على اي اساس؟ شنو اللي تدخلوا في القانون او افرضوا على الاتحاد الكويتي حاليا؟ ما هو انت لا زال القانون قيد الدراسه، في قيد الدراسه وقيد النقاش مع اللجان الاولمبيه الدوليه، اللجنه الاولمبيه الدوليه، وخذوا وعطوهم مهله. طيب شنو اللي يخليك يعني لما اجي اقرا فورا يعني ما اعطيك والله اقول لك ابتداء من، لا فورا، هذا واحد. واعطيك الفيفا في بيانه انه سيرفع الايقاف عندما يتمكن الاتحاد الكويتي لكرة القدم واعضائه اللي هم الانديه من القيام بانشطتهم وتنفيذ التزاماتهم بصوره مستقله. طيب شنو اللي صار الحين الفتره هذه؟ تدخل في عمل او في استقلاليه عمل الانديه او الاتحادات. اذا بنتكلم عن الميثاق الدولي لا زال قاعد يناقش ما بين حكومه الكويت متمثله في الهيئه العامه شباب الرياضه وما بين اللجنه الاولمبيه الدوليه، وعطوهم فتره نقاش مش سماح، لان توصلوا الى ان تم النقاش لغايه اسبوعين، يوصلون الى نقطه تلاقي يختلفون الله اعلم. ولكن مفترض ان الفيفا، يعني انا ما ابي اقول، لكن انا شبه اقول قول ابو عمر. انا اللي بقوله جد والله ابو عمر شيء يحز الخاطر. احنا ككويتيين عندنا ورياضيين، خلينا نتكلم، عندنا مسؤولين، وانا هنا اتكلم احمل كل الاطراف المسؤوليه، ولكن اللي يحز الخاطر ان عندنا مسؤولين في المكاتب التنفيذيه في الاتحادات الدوليه اخر من يدافع عن الكويت، وكان بامكان التوصل للحلول مباشره عن طريقهم كممثلين عن الكويت في هذه الاتحادات، في المكاتب التنفيذيه، في اعلى الجهات الرياضيه في العالم. كان بامكانهم التوصل لنقطه تلاقي وتوحد بين هذه القوانين وحل المشكله. اللي يحب الكويت هو اللي بيضحي عشانها، بينكر ذاته عشان سمعه الكويت. بس للاسف يعني بنقول صراع متجدد، اطراف متواجده، اطراف موجوده يحاولون يدخلونها في الموضوع، اطراف يعني ما نبي نحول الموضوع الى شخصانيه، ولكن هو كل ما في الامر يعني عشان اعطيكم اياها على البلاط لا يدرع من طرفين، عشان لا ياخذ ان انا والله انا مع طرف الطرف، لا حبيبي من طرفين لا يدرع. والضحيه منو؟ الضحيه كره القدم الكويتيه، الرياضه الكويتيه بشكل عام. بس اللجنه من الطرفين سواء الهيئه او الاتحاد. ولكن انا اللي اتكلم عنه الحين انه ما صار اي تدخل لغايه الان، هو قانون يتم مناقشته، وما تنفسنا لما سمعنا ان بعد اعطوهم مهله اسبوعين عشان يناقشون القوانين الجديده 29 اكتوبر. طيب انا اللي بعرفه وشغله واحده، شنو اللي هدد او تدخل في استقلاليه الاتحاد فقط.